السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة بأحسن حال. النهاردة كده هنعمل القرص الطرية بطريقة حلوة وسهلة جدا. طبعا كده لازم القرص الطرية في الجو الشتا ده مع كوباية الشاي باللبن. نعملها كده بطريقة سهلة وبسيطة جدا. الأول كده هنبدأ نجهز الخميرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل كده بمعلقتين صغيرين خميرة، عليهم كده معلقتين صغيرين سكر، وننزل كده عليهم بمية دافية حوالي كده نص الكوباية. ندوب كده الخميرة كويس. طبعا وبعد ما دوبنا كده الخميرة مع السكر والمية الدافية هنركنها كده ونغطيها بالفوطة عشان تخمر وتتفاعل معانا. طبعا كده معانا كوباية الا ربع لبن دافي، ننزل كده عليها بمعلقة خل كبيرة وندوب كده الخل فيها كويس ونركنها كده على جنب. ونبدأ كده نجهز المقادير الجافة بتاعت القرص الطرية بتاعتنا. طبعا كده مقادير القرص الطرية بتاعتنا: ربع كوباية سمنة على زيت، ربع كوباية سكر، معلقة كبيرة قشطة من وش اللبن، لو ما عندكيش مش مشكلة ممكن تستغني عنها، بس ربع كوباية السكر مليان كويس، ومعانا 3 كوبايات ونص دقيق. بس دي المقادير بتاعتنا. يبقى ايه، ربع كوباية سمنة على زيت سايحة زي ما انتوا شايفين، ربع كوباية سكر بس مليانة كويس، معانا كده معلقة من وش اللبن قشطة ولو ما فيش ممكن تستغني عنها، ومعانا 3 كوبايات ونص دقيق. بس دي المقادير بتاعتنا. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل كده بالسكر، طبعا رشة ملح على الدقيق. ننزل كده بالسمنة، طبعا كده ومعانا اللبن اللي احنا كده دوبنا فيه الخل بدأ يقطع كده زي ما انتوا شايفين. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل كده واحدة واحدة باللبن وما ننزلش مرة واحدة، عشان لو تفتكروا معانا كده نص كوباية المية مدوبين فيه الخميرة. طبعا كده لو عندك بدل اللبن ده رايب وتستبدلي كده اللبن بدل ما احسن ما تقطعيه كده بخل. ننزل كده واحدة واحدة ونعجن. نزلنا كده بالكوباية الا ربع كلها لبن. طبعا لازم كده عندك تنزلي واحدة واحدة عشان كل نوع دقيق بيختلف. طبعا كده الخميرة بتاعتنا خمرت زي ما انتوا كده شايفين. نبدأ كده ننزل بيها ونعجن كده كويس كويس كده جدا لغاية كده ما تشرب كل السوائل وتدينا كده عجينة ناعمة وحلوة. طبعا كده عجلنا كده كويس. ننزل كده بمعلقة القشطة ونبدأ كده نعجن تاني مع معلقة القشطة. عجنة كده حلوة خالص. في المرحلة دي هنفضل نعجن فيها كده بتاع دقيقتين 3. طبعا زي ما انتوا كده شايفين عجناها كده عجنة حلوة لغاية كده ما لمت من البولة. طبعا كده هنغطيها بغطا وبفوطة في مكان دافي ونسيبها تخمر ونشكلها بعد ما تخمر. طبعا كده عجينة القرص بتاعتنا خمرت حلو جدا. طبعا كده هنجيب كده فوطة ونبدأ نعمل القرص بتاعتنا عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد كده كورة من القرص ودهنا كده ايديك السمنة عشان ما تلزقش فيها. طبعا على حسب الحجم اللي تحبيه كبير او صغير بالشكل ده، وتلفيها كده على ايديكي وتركنيها كده على الفوطة. طبعا كده وتدهني كده ايديكي، تاخدي كده قطعة تاني وتسوي الشكل كده.
تركنيها جنب اختها. طريقة سهلة جدا. طبعا العجينة بتاعتنا ناعمة جدا عشان احنا عجناها كويس، واخدة كده مقدار السوائل المظبوط. طبعا بالشكل ده لغاية كده لما نكور كل الكمية. طبعا كده كورنا كل الكمية، وبفوطة تانية هنغطيهم كده 5 دقايق يريحوا، وبعد ال5 دقايق هنبدأ نشتغل فيهم. طبعا كده القرص بتاعتنا بعد ما ارتاحت كده حوالي 5 دقايق، هنجيب كده الصاجة اللي بنخبز عليها عادي، ونجيب كده اول كورة طبعا كده، وندهن ايدينا سمنة ونبدأ كده نضغط عليها بالشكل ده. تضغطي كده عليها حلو عشان انها تريح مرة تاني، ما تنفخش منك. طبعا كده هي عشان ارتاحت بتبططيها كده بسرعة. طبعا انا كده عملت كور نصهم كده كبار ونصهم كده صغيرين. بططي بالشكل ده. طبعا كده ونبطط لغايه كده لما نخلص كل الكميه. طبعا كده شكلنا كل الكميه بالشكل ده اللي انتوا شفتوه، دهناها كده سمنه كويس. طبعا كده هندخلها، مش هندخلها الفرن، هنسيبها ترتاح 5 دقايق بالظبط. هنغطيها في مكان دافي وترتاح 5 دقايق مش اكتر، وبعد ال5 دقايق هنسويها في فرن سخنه ونهديها بعد ما تسخن، ونشوفها ان شاء الله بعد ما تستوي. يبقى هنعمل ايه؟ هنغطيها ونريحها 5 دقايق، وبعد ال5 دقايق هنشغل الفرن ونسخنها، وبعد ما تسخن كده نهديها ونسويها تاخد كده لون حلو، ونشوفها بعد ان شاء الله بعد ما تستوي. طبعا كده شايفين بسم الله ما شاء الله احلى واجمل كده قرص عملناها مع بعض طريقه. شايفين كده استوت واخده اللون الذهبي الجميل. شايفين كده لونها من تحت اجمل من لونها من فوق. طبعا مفيش احلى من ريحه المخبوزات دي في الجو الشتاء اللي بيمطر اللي احنا فيه ده. تشم كده ريحه المخبوزات الجميله في البيت. شايفه كده قطنيه جدا جدا وهشه. شايفه كده القرص الطريه بتاعتنا يعني كده هتطير من ايديا كأنك كده ماسكه ريشه. شايفه كده الجمال والحلاوه. طبعا كده المخبوزات دي كفايه كده ريحتها في البيت بتدفي وبتبقى كده جميله. جربوها بالطريقه دي سهله وبسيطه كده، تملي البيت كده خير وقرص وتاكليها بشاي بلبن وتدفيكي في الشتاء ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.